صار عصام الورع وشيرين بيوتي في مشكلة بيناتهم وعملت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. راح احكي لكم يلي صار يا حبايب القلب، لكن بتمنى تدعموني بلايك لهالفيديو. دعمك بلايك لهالفيديو بدعم الفيديو تبعي يقترح على الاخرين. بتمنى ما تتجاهلوا هالامر وتدعموني بلايك فضلا وليس امرا، فالطريقة كلها مجانية يا حبايب القلب وما بتستغرق منك وقت ولا نص دقيقة لحتى تدعمني بلايك. شو منتظر؟ دعمني بلايك واشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. وهلا بننتقل للمشكلة اللي صارت بين سارة وشيرين يا حبايب القلب. المشكلة ابتدت لما سارة حبت تتوضح عبر ميزة الستوري في حسابها الرسمي في انستغرام بانه هي وخمس اشخاص فقط مدعوة قبل 3 اشهر لايفنت خاص للوريال. ومن وجهة نظر المتابعين انه سارة الورع حابة تعمل شوية مشاهدات على كتاف شيرين بيوتي. اما عن التوضيح اللي كان يا حبايب القلب، كان من وجهة نظر سارة انه حابة توضح للمتابعين بانه الاشخاص بيكون تمت دعوتهم قبل بشهرين ومعروفين من هن الاشخاص ومين هنن. وبعدها اجت صدمة سارة يا حبايب القلب بعد هجوم المتابعين عليها بكميات تعليقات رهيبة وغريبة يا حبايب القلب. وطبعا يا حبايب القلب هلا بترككم بعض اللقطات اللي تم التقاطها من احد التعليقات يا حبايب القلب. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات كيف شايفين الموضوع من وجهة نظركم. بعد منا يا حبايب القلب شيرين بيوتي ما سكتت عن الموضوع نهائي وطلعت ردت ووضحت ليش ما اجت على الايفنت، ومع انه هي من طاقم لجنة التحكيم. ووضحت شيرين بانه كان عندها تصوير كتير مهم ومميز وما بتقدر تغيب عنه، لهيك اضطرت للاسف انه تغيب عن الايفنت لانه الايفنت كان برايفت للوريال وهي ما قدرت تجي بسبب التصوير والتعاقدات يلي كانت عندها. اما للصراحة يا حبايب القلب فردة فعل المتابعي كانت صدمة لسارة الورع، والهجوم يلي صار عليها كان كمية حقد كبيرة من المتابعين. كل الاشخاص عم بتحاول تفرق بين شيرين وسارة. ملاحظة يا حبايب القلب حابب اعطي توضيح بسيط عن قريب رح نشوفهم باكثر من عمل بيجمعهم مع بعضهم البعض، لهيك خلي روحك حلوة وخلي الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لك. ولهون يا اساطير بكون وصلت لنهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى دعمي بلايك والاشتراك بالقناة، فعل زر الجرس لحتى يصلك مني كل اشعار جديد، وخليني اشوفكن في فيديو قادم.